ازاي تختار الشاشة صح وما تضيعش فلوسك؟ لو انت ناوي تشتري شاشة جديدة استنى 5 دقايق بس، لان اختيار الشاشة الغلط ممكن يخليك تدفع فلوس زيادة على الفاضي في حاجات انت مش هتستخدمها اصلا. في الفيديو ده هعرفك ازاي تشتري شاشة على حسب استخدامك مش على حسب الاعلان اللي بيتقال. ازاي بقى يا عم؟ طب ما تسأل نفسك، انت هتستخدم الشاشة الاول في ايه؟ طيب انت هتستخدمها عشان افلام ومسلسلات، ولا عشان انت بتلعب بلاي ستيشن، ولا عشان انت بتحب تتفرج على مطوشه كتير، ولا عشان انت عايزها استخدام عادي وخلاص في البيت؟ لان كل استخدام من دول وليه مواصفات مختلفه، فما ينفعش تختار عشان حد قال لك ان دي احسن شاشه موجوده، او عشان انت شفت ارقام كتير مكتوبه على الكرتونه وخلاص. طيب لو انا استخدامي افلام ومسلسلات بس، يبقى هنا اقول لك لازم تركز على الكونتراست اللي هي جوده الالوان، وهنا بنتكلم عن جوده الشاشه نفسها سواء كانت فول اتش دي او 4K. واكيد جوده ال 4K بتبقى اعلى عشان عدد الالوان والبيكسلز اللي في الشاشه نفسهم بيبقوا اكتر، غير ان انت مش هتلاقي الفول اتش دي غير تقريبا في مقاس ال 43 بوصه بس. لكن لو بتفكر تجيب مقاس 50 بوصه فيما فوق، فال 4K هيبقى حل جميل قوي ليك. غير ان الشاشه كمان لو فيها اتش دي ار يا سلام، يبقى انت عملت مع نفسك الصح. طيب لو انت استخدامك جيمنج او العاب كتير، والحته دي بصراحه بتاعت حرفه الشاشات لازم تسمعها بالتفصيل في الفيديو اللي انا هسيبه لك في الديسكربشن فوق. بس خليني اقول لك اهم 3 حاجات هتدور عليهم لو انت لعيب بي اس 5 او اكس بوكس. لازم تبص ان الشاشه تبقى نيتف بانل اصلي، وان الاتش دي ام اي 2.1 يبقى ريل او حقيقي، وتبقى لو انبوت لاج. غير كده مش هتاخد تجربه الجيل الجديد كامله في الشاشات. طيب لو انا واحد بتفرج على ماتشات كوره كتير او راجل رياضي عامه، وهنا سامحوني انا مش هتكلم على اسماء براندات لان مش هدفي التسويق لشركه معينه، انا هدفي اني اوعيك بس. لو بتفرج على ماتشات كوره كتير لازم اهم حاجه افكر فيها في الشاشه سلاسه الحركه، لان وجود الموشن هاندلنج كويس جدا في الشاشات اللي زي دي عشان بيشتغل على تظبيط الفريمات بتاعه الشاشه. ويا سلام لو انت اخترت شاشه في الفئه دي تكون النتس بتاعه الاضاءه فيها عاليه عشان تبين معاك التفاصيل، هتبقى معلم فعلا. ونيجي لأكبر وأكتر غلطة الناس بتعملها، إيه هو المقاس المناسب؟ بص يا معلم، في الحالة اللي زي ديت إنك تكبر المقاس على حساب الجودة دي أكبر غلطة أنت ممكن تعملها وأنت بتشتري شاشة. يعني بمعنى أصح، لو المسافة بينك وبين الشاشة صغيرة أو متوسطة، فشاشة 55 بوصة جودتها عالية أحسن وأفضل من شاشة 65 بوصة جودتها قليلة. طيب يعني إيه؟ يعني ما تخليش الأرقام الكبيرة تضحك عليك. اختار الشاشة على حسب استخدامك مش على حسب الإعلان اللي هي بتتعرض. اكتب لي استخدامك ايه وانا هقول لك تدور على ايه.